السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم سمك مرجان وفلفل مشوي على الجريل بزيت الزيتون. أكلتنا النهاردة صحية جميلة جدا ورهيبة. حتى الرز بتاعنا المصري بننقعه، ولما تنقعيه بيخر بينزل منه كل النشويات والحاجات اللي ملهاش فايدة بتبقى موجودة فيه، بتساعد على ان الجسم يزيد. يلا بينا نشوف السمك المرجان بتاعنا اهو هو مشوي، وهي دي كده وجبتنا. وده كده الفلفل المشوي في الجريل جميل جدا، وهنا كمان معانا السلطة الخضراء. يلا بينا نشوف الشكل والمنظر الرهيب ده. بصوا ما شاء الله تبارك الله، ادي كده المرجان بتاعنا ما شاء الله جاي لسه فريش من البحر، جميل فوق ما تتخيلوا، بيبقى طعمه رهيب جدا. يلا بينا حطينا الفلفل، حطيت الجريل، حطيت في الجريل معلقتين زيت زيتون. يلا نزلت بالفلفل وقعدت اقلب كده واقلب كده واقلب كده لغاية ما يستوي معاكي. الطريقة دي جميلة وصحية وتوفر معاكي زيت، حتى لو استخدمتي زيت عادي جميلة جميلة جميلة. بعد ما بنشوي شوية بمعلقة زيت نرجع تزودي معلقة زيت، ماشي، عشان خاطر تحطي السمك جنبيه. هو لسه كده نص سوا، بدأنا نحط السمك كده جنبيه اهو. خلاص الفلفل طلعته وادي السمك حطيته كله، هو كده بيتشوى. وبعدين كده بتديله نقط كده زيت علشان خاطر ما يلزقش. هو بيتشوى من غير رد من غير اي حاجة، وهو بيتشوى كده هنروح ايه بعد ما نحط نقطة الزيت ترشي عليه ملح. رشي عليه كده ملح وشوية كمون وشطة وفلفل، قلبيهم، ولما يطلع برضو بقى ايه ترشي عليه. بصوا هنبدأ بقى نقلبه، معلش خبطت بطنه. لا تستعجليش بقى عليه عشان تقلبيه، انا استعجلت على دي فاتكسرت مني، فقصدي اتهشمت مني. استني كده عليه شوية وبعدين اقلبي الباقي. بس الواحد بيبقى عنده حالة خوف اهو ما شاء الله، دي ما شاء الله استوت. معلش انا ما اقدرش اقلبه بايدي ولا بحاجة، فعشان كده المساكة حديد طبعا بتخبط فيه، مش مشكلة، كده كده احنا اللي هناكله. وبعد ما تقلبيه برضو بتحطي عليه زيت. فايدة الزيت ايه؟ فايدة الزيت بيخلي الشوي عندك طعمه وريحته جميلة، وما بيخليش السمك يلزق في قلب الجريل. بصوا خليكوا كده متابعين معايا واحدة واحدة. بقى تطلعي تحطي تطلعي تحطي، طبعا بتصبري عليه لما ايه يتشوى كويس. ترشي عليه بقى الملح والكمون والشطة على طول كده بعد ما تحطي الزيت، وبعدين تطلعيه تحطيه في الطبق وتعصري عليه الليمون وحطي قشرة الليمون معاه وغطيه. هتديله نكهة جميلة جدا من الزيوت العطرية اللي موجودة فيه. وتكتري كده عصر الليمون كل مرة علشان بيديله طعم رهيب. خليكم ماشيين معايا كده واحدة واحدة. ما شاء الله تبارك الله روعة جدا. يلا رشينا برضو عليه الملح بعد الليمون. بصوا الملح ده هو اللي ايه هيبهره ويخليه طعمه جميل، ما تقلقيش. يلا طلعت الباقي وتفضلي كده لغاية ما تطلعيه كله وايه. ويلا بينا بقى نشوف الشكل الروعة الرهيب. خلاص كده خلصته، وما شاء الله تبارك الله طلع عندي بالشكل الرهيب ده، جميل جدا. فيه بيحبوه مشوي قوي ناشف، وفي بيحبوه طري، فانا طلعت بنفس الشيء. وما تخافيش السمك البحر بيستوي من اقل حاجه، فطلع عندي بالشكل الرهيب ده، جميل جدا روعه فوق ما تتخيلوا، ريحته جميله جميله. سمك البحر جميل يمدك في الفسفور والكالسيوم وكل الفيتامينات الروعه اللي تفيد جسمنا. يلا جربوا طريقتنا وقولوا لنا ايه رايكم فيها، رهيبه جدا والطعم حكايه.